ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. باذن الله في الفيديو ده هنتناقش مع بعض في كيفيه حل سؤال الرسم البياني، وهناخد مثال من كل فصل عشان حضرتك تعرف تحل ازاي. طيب مبدئيا احنا الرسم البياني القصه بتاعتنا بتبقى ماشيه كالاتي: عندك السيني وعندك الصادي. حضرتك بتمشي على السيني الاول وتنطق بناء عليه اللي هيكون في الصادي. يبقى احنا هنمشي على السيني الاول ويتم استنتاج الصادي بناء على السيني. يبقى البدايه انت فهمت انت بتقرا اللي على السيني في الاول. تعالوا ناخد اول مثال معانا ونشوف القصه ايه. عندنا هنا على السيني ضغط اسمه ضغط الامتلاء. خليه عندنا خليه النباتيه فيها فجوه عصاريه بتتملي بالميه، فلما بتتملي بالميه ده بيحقق حاجه اسمها ضغط الامتلاء. يعني كل ما تحط جواها ميه كل ما بيبقى في ضغط امتلاء. فانت لما بتملى الخليه او لما بيقول لك كده بيزيد ضغط الامتلاء، يا ترى تركيز الذائبات او الاملاح جوه هيحصل له ايه؟ انت عمال تخففها بالميه تخففها بالميه، فالمفروض ان هي بتتملي ميه ولكن تركيز الذائبات او الاملاح فيها بيقل. فالضغط الاسموزي اللي هو تركيز الذائبات او الاملاح او السكريات اللي فيها بناء على وضع الميه جواها هيحصل له ايه؟ ان هو هيقل. فدي علاقه عكسيه بين ضغط الامتلاء كل ما انت بتملى والضغط الاسموزي. طيب لو انا قلت ضغط الامتلاء مع الدعامه الفسيولوجيه، انا عمال املى الخليه ميه، ضغط امتلاء فبتكتسب دعامه فسيولوجيه، فدي علاقه طرديه. خلاص، دي اول استنتاجيه استنتجناها من السؤالين. انت بتمشي على السيني وبعدين تنطق الصادي. خلاص، مثال كمان. طيب هنا شويه هرمونات وتاثيرهم على بعض المواد في الدم، عشان كده الهرمونات مهمه جدا لضبط تركيز المواد في الدم اللي هي اسمه زيت الدم. طيب عندنا الانسولين وعندنا سكر الدم. كل ما زاد الانسولين يحصل ايه لسكر الدم؟ هو الانسولين بيعمل كام حاجه؟ بيعمل 3 حاجات. بيدخل السكر جوه الخلايا، بيخزن السكر جوه الكبد، بيخزنه في صوره دهون لو كان زياده، بيحول السكر الى دهون. خلي بالكم الانسولين هدام، بيحرق، يعمل حرق هنا، حرق في الخلايا، حرق الجلوكوز في الخلايا، وفي نفس الوقت بيبني جلايكوجين ويبني دهون. فده هرمون بناء وهدام في نفس الوقت. خلي بالكم عكس الثيروكسين هدام بس. فدي نقطة مهمة. كل ما زاد الانسولين يحصل ايه لسكر الدم؟ ده بيدخل السكر جوه الخلايا، بيخزنه جوه الكبد، بيشيله في صورة دهون، ده ما بيخلوش في الدم، فده بيقلل سكر الدم. يبقى دي علاقة عكسية بين الانسولين وبين سكر الدم. عشان كده حضرتك لو مريض سكر وخد جرعة الانسولين كعلاج بتاعته ما اكلش بعدها، ممكن يدخل في غيبوبة نقص سكر، بسبب الانسولين اللي خده. ما هو هيقلل سكر الدم. لاحظ ان سكر الدم لو كان هنا 5 هيرجع يبقى 4، ده بيسبب الارقام عادي، هيرجع يبقى كده 3، بيقل. لاحظ ان هو بيعمل ايه؟ بيقل. خلاص. طيب هنا الجلوكاجون ده كان بيطلع السكر المتخزن جوه الكبد ويبعته للدم. فالواضح ان كل ما زاد الجلوكاجون هيحصل ايه لسكر الدم؟ لا، هيعلى. يبقى دي علاقه طرديه. دي نقطه مهمه جدا. طيب هنا عندنا الادرينالين نفس تاثير الجلوكاجون. الادرينالين ده هرمون طوارئ، وانت في الطوارئ او بيجري وراك كلب او بتتخانق انت محتاج سكر يزيد في الدم. مين اللي هيعمل لك القصه دي؟ الادرينالين. اما لو انت في ستريس وضغط نفسي ستريس، يا ترى ايه الهرمون اللي هيزود السكر في دمك؟ هو الكورتيزون. ركزوا بين الفروقات دي حاله الادرينالين في حاله الطوارئ. اما في حاله الاسترس الضغط النفسي بيزيد الكورتيزون، وده اللي بيسبب تساقط الشعر ممكن يجيب سكر، بيسموه سكندري دايابيتس، يعني السكر الثانوي نتيجه الكورتيزون. عشان كده لو في شخص بياخد كميه كورتيزون كتيره ممكن يجيله مرض السكر. ده مثال كمان عشان نقدر ندرك القصه. الكالسيتونين غنينا له اغنيه زمان: كالسيتونين نين يخلي الكالسيوم نونه في الدم، فهو بيقلل الكالسيوم في الدم. كل ما زاد الكالسيتونين كل ما قل تركيز الكالسيوم في الدم. عكسه الباراثرمون اللي بيزود كالسيوم الدم. طب يا ترى الباراثرمون لو سالني هو بيجيب كالسيوم منين؟ قال لك بيزود الكالسيوم، بيجيبه من العظم، بيسحبه من العظم، يسحب الكالسيوم من العظم. عشان كده لو زاد الباراثرمون ممكن يعمل مرض هشاشه عظام. طب ممكن تاني الباراثرمون يجيب كالسيوم منين؟ يقول لك يروح للكليه يقول لها اعملي اعاده امتصاص للكالسيوم، ما تخلوش يقع في البول، رجعي لي الكالسيوم يا كليه، انا محتاجه، انا عايز كالسيوم في الدم. ممكن يروح لمين تاني؟ يروح للامعاء، يقول لها يا امعاء زودي امتصاص الكالسيوم من عندك، انا محتاج كالسيوم. ده الباراثرمون.
عندنا كمان سؤال مهم جدا يخص هرمونات الأنثوية، الهرمونات الخاصة بالأنثوية. ايه القصة بتاعتنا في الحتة دي؟ عندنا هنا عند سن 45 أو سن اليأس بيبدأ هرمونات مستواها يقل اللي هم الاستروجين والبروجستيرون. وفي هرمونات تانية بناء على ان دول قلوا بالراجعة السلبية يبدأوا دول يزيدوا، بالاخص هرمون الاف اس اتش والال اتش، وبالاخص هو الاف اس اتش. عشان كده ده بيبقى زايد عند الستات في سن اليأس. يبقى لو واحدة ست سنها 50 طلبت منها تحليل اف اس اتش هتلاقيه طاير في السماء. ليه طيب؟ النخاميه بدات تدرك نقص الاستروجين والبروجستيرون، فبتقعد تبعت كل شويه اف اس اتش عشان تستفز المبيض ان هو يطلعهم. ما هو بطل المبيض مع سن اليأس بيضمر، بيحصل له اتروفي ضمور، فما بيطلعش الاستروجين والبروجستيرون. جات لك الرسمه دي وكتب لك سن اليأس، يبقى اللي زادوا الاف اس اتش والال اتش من النخاميه، واللي قال له الاستروجين والبروجستيرون. طب قال له ليه؟ ضمور المبيض. دي نقطه مهمه كمان. نعرف تاثير التي سبريسور برسم بياني. كل ما زادت التي سبريسور يحصل ايه؟ تركيز الاجسام المضاده بيقل، علاقه عكسيه، لان دي مثبطه للمناعه، مثبطه المناعه، يعني دي اللي هتهد الدنيا. تقول لهم لا للخناق. التي اس تقول لهم تدخل في الخناق كده، تلاقي الخلايا المناعيه بتتخانق مع الميكروب، تقول لهم لا للخناق، لا تفكرك ان هي بتفرز ليمفوكاينات، اللي برضه لو شلت التي اس وحطيت ليمفوكاينات تبقى هي نفس الرسمه. الليمفوكاينات تاثيرها على تركيز الاجسام المضاده بتقللها، طب تاثيرها على تي سي برضه بتقللها، تاثيرها على اي خلايا مناعيه بتقللها. هنا الرسمه دي مهمه جدا بقى. تعالوا نجيب قلم تاني ونركز في الرسمه دي. هنا تركيز الاجسام المضاده وجاب لي الزمن وجاب لي هنا وجاب لي هنا. يا ترى دي استجابه ايه؟ اوليه ولا ثانويه؟ اول مره تتصاب بالميكروب بيكون اجسام مضاده قليله، يبقى استجابه اوليه. امال لو جالك الميكروب نفس الميكروب تاني مره فدي استجابه ثانويه. ركز ان هنا لما كان تركيز الاجسام المضاده تعاملنا مع الرسم زي الكتابه عادي. بص بقى التركه، لو جات لك السؤال هنا شده الاعراض، عكس الكلمه خالص، فدي شدة الأعراض قليلة، أما هنا شدة الأعراض شديدة، فواضح إن دي هي الأولية اللي أنا أول مرة أتصاب. أما لما تبقى الأعراض بسيطة جدا دي ثانوية، دي تاني مرة أتصاب. فمهم جدا حضرتك تركز في الكلام اللي مكتوب على الأسهم السينية والصادية، عشان كده السؤال ممكن يختلف مليون درجة. هنا بقى السؤال تركيز مهم جدا، مطلوب ان انت تاخد بالك ان دي ايام ودي اسابيع ودي شهور. هنا عند الايام في اخر الدوره 28 هرمون بينزل البروجستيرون، يبقى دي دوره طمس عاديه جدا، عاديه، البروجستيرون قل. اما في الاسابيع التاسع واضح ان الهرمون كان زايد لمده 9 اسابيع وفجاه في الاسبوع التاسع نزل، فللاسف ده سقط، ده اجهاض، ده سقط. ست سقطت هنا البروجستيرون قال وهي حامل، فدي سقط. اما هنا في الشهر التاسع ده شهور قال البروجستيرون لا دي ولاده عاديه، ولاده الحمد لله، الست كملت ال9 شهور بتوعها. لاحظ ان اختلاف هنا، ممكن اكتب هنا 9 ايام بس هنا الدوره مش تخلص عند 9 ايام، خليها زي ما هي 28. ركز بين الاثنين دول، 9 اسابيع غير 9 شهور، 9 اسابيع غير 9 شهور، فمهم جدا تاخد بالك من القصه دي. عندنا طيب لو قلنا هنا رسمه مهمه جدا، مستوى البروجستيرون لو ده البروجستيرون مستوى كده خلاص. طيب البروجستيرون هنا قلنا نجيب خط كده ونقول بدأ يزيد كده ونكمل بعد الشهر التاسع. مش لا بلاش ده، بلاش نقول بروجستيرون، هنا مستوى الهرمون، هنا اتش يعني هرمون. ايه الهرمون اللي بيكمل عالي بعد الولاده؟ ده الشهور، ده الشهر التاسع. ايه الهرمون اللي بيكمل؟ ده البرولاكتين. برولاكتين بيكمل عشان الستات بتولد. طيب ايه الهرمون اللي بيبقى ماشي قليل ويجي في الشهر التاسع يرتفع بالمستوى القوي ده؟ ده الاوكسيتوسين. اوكسيتوسين ده هرمون الولاده، خلاص طلق، خلي الست يجي لها الطلق. طيب ايه الهرمون اللي كان زايد ال9 شهور بيقل عند الشهر التاسع؟ ده البروجستيرون.
البروجستيرون ده هرمون الحمل، خلاص هي هتولد هنا، بدات تولد فالبروجستيرون مستوى قل، فاحنا مش محتاجين. يبقى ركز بين البروجستيرون وبين البرولاكتين. البرولاكتين بيكمل بعد الولاده، البروجستيرون بيقل عند الشهر التاسع. مين اللي بيرتفع فجاه عند الشهر التاسع؟ الاوكسيتوسين. اوعى حد يقول على الاوكسيتوسين ده حاجه تانية، هو اللي بيزيد في الشهر التاسع، في اخر التاسع في القصه دي. ليه؟ عشان الست، او اول التاسع عشان الست تولد. مره حد سالته قلت له يا ترى ده مين؟ قلت لهم ده مين مثلا، يعني سالتهم ده قالوا البروجستيرون، سالتهم دول مين؟ قالوا لي ده الاوكسيتوسين. قلت لهم يا مفترين، انتوا عايزين الاوكسيتوسين يزيد من الشهر السادس والسابع والثامن، يعني الست هتسقط كده لو انت اعتبرت ان ده الاوكسيتوسين دي مصيبه كده، الست الاوكسيتوسين عالي. طب في هرمون لو انتوا اذكياء وعملت لكم كده وزايد عادي في وقت الحمل ومحدش متضايق منه، عارفين ده مين؟ ده ريلاكسين. هتقول لي ازاي؟ ده الريلاكسين ده بيعمل ارتفاع العالي عند الولاده. مش دي الوظيفه الوحيده بتاعت الريلاكسين، الريلاكسين له وظائف ثانيه، بيعمل على تمدد الرحم، ريلاكس بيعمل ريلاكسيشن، تمدد الرحم وتمدد الاوعيه الدمويه المغذيه للجنين. فالريلاكسين على فكره مهم جدا يبقى زايد وقت الحمل، زايد وقت الحمل، مش بيعمل زي الاوكسيتوسين بيزيد في اخر الحمل عشان الست تولد، لا الريلاكسين. عشان كده حتى احنا لما جينا علقنا قلنا مين الهرمون المسؤول عن الولاده او الطلق؟ هو الاوكسيتوسين مش الريلاكسين، ما كناش بنجيب سيره الريلاكسين في القصه دي. اتمنى تكون الرسومات البيانيه دي وصلت لكم فكره عن حل الرسم البياني. جود luck.